ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه يا رب العالمين. طبعا هكون معاكم النهارده في سفره برضو جديده وبسيطه كده وعلى قد الايد وسهله جدا، والنتيجه زي ما انتم شايفينها كده. بمكونات بسيطه هنعمل احلى سفره بسيطه للفطار كده، وهنعمل كده جنبها مقبلات تكون حلوه برضو عشان تكون السفره بتاعتنا متكامله كده وحلوه. وقبل ما نبتدي في الفيديو، اللي لسه اول مره يشوفني، انا اختكم منار، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لو اول مره بتشوفوني. اي حاجه هنعمل سفره بسيطه وسهله كده وسريعه. عندنا كده ربع كيلو من اللحمه المفرومه، وكان عندنا كده صدرين من الفراخ صغيرين كده، فعملت منهم سفرة حلوة تقضي بقى ايه، تنفع في عزومة. وكمان الفطار ده بيفضل بقى بيبقى اليومين، فبيعمل كمية حلوة وحاجة بقى سهلة وبسيطة وزي ما انتوا شايفينها كده. وهنعمل بقى كده شوية مقبلات وحاجات سهلة وبسيطة. وقبل ما نبتدي نصلي على الرسول ونحط لايك للفيديو لو عجبكم، ويلا نبتدي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة هنعمل مع بعض تتبيلة البانيه باسهل طريقة وبتتبيلة حلوة جدا جدا جدا. اول حاجة كان عندنا صدرين من الفراخ كانوا في الفريزر، خرجتهم وغسلتها كويس جدا بالدقيق والليمون وسبتها تتصفى من المية. وبعد كده قطعته ترانشات رفيعة بالشكل ده، انا قطعته في البيت. وبعد كده بنصفيه في مصفى يصفي منه المية تماما. وعشان نعمل تتبيلة كده تكون طعمها حلو، جبت نص كوبايه من ميه البصل. بنجيب البصل ونبشره وناخد منه الميه بتاعته، واقول لكم تفل البصل هنعمل فيه ايه. وجبت علبه صغيره من الزبادي ومعلقه صغيره من الخل ومعلقه صغيره كده مليانه من المستردة. لو متوافر هنضيفها، لو مش متوافر هنستغنى عنها. وتوابل، معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الثوم البودر، البصل البودر، البابريكا والكاري لو متوافر بهارات الفراخ نقدر نضيفها عادي. وبعد كده والفلفل الاسود. وبعد كده عصير نص ليمونة. واخلط كل المكونات دي كلها كويس جدا مع بعض. التتبيلة دي تتبيلة طعمها تحفة جدا جدا. وزي ما قلت متوافر لبن رايب، هنضيفه مكان الزبادي. متوافر مستردة هنضيفها، مش متوافر هنستغنى عنها، وهتديكوا نتيجة حلوة ان شاء الله. بعد كده تبلنا هنا البانيه، وبتكون بقى تتبيلته كده واخد اللون الحلو ده والطعم الحلو من المستردة. هسيب التتبيله ديت لمده ساعتين او من قبلها بيوم تكون طعمها حلو. وعلى ما تتبل كده وتشرب من التتبيله هنعمل مع بعض عصاج اللحمه. عندي هنا طاسه نزلت فيها بمعلقه كبيره من السمنه، وهسيبها تسخن كده. وعندي هنا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، هنزل باللحمه المفرومه دي واسيبها تتشوح كده مع السمنه، بحيث ان هي تغير اللون بتاعها وان اللون الاحمر ده يكون لونه بني بالشكل ده. نفضل نشوحها كده كويس لحد ما تبدأ ان هي تتحول للون البني. بعد كده طفل البصل اللي احنا عملنا منه مية البصل طبعا مش هنرميه، خدته ونزلت بيه على اللحمة بتاعتي. وبعد كده اديلها كده تقليبة حلوة كده مع بعض. بعد كده هفضل بقى اقلب البصله كده مع اللحمه لحد ما البصله بتاعتي احس ان هي دبلت كده ودخلت مع اللحمه، وان هو بقى كل خليط متجانس على نار متوسطه كده لحد ما احس ان البصلايه كده دخلت في التسويه ودبلت معايا كويس جدا ومفيش فيها اي ميه من اللحمه. بعد كده هنزل بقى بتوابل بتودي الطعم في حته تانية. نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والقرفه، ومعلقه صغيره من الملح، وسبع بهارات. متوافر هنضيفها، مش متوافر هنستغنى عنها، او بهارات اللحمه. وبعد كده هديلها بقى تقليبه حلوه مع البهارات دي عشان تبدا بقى اللحمه تشرب من التوابل الحلوه دي وتودي بقى الطعم والريحه في حته تانية. بعد كده جبت طماطمتين وبشرتهم كويس جدا بالمبشره، وممكن عادي نضربهم في الخلاط ونصفيها من القشر. ونزلت بيها كده على البصله واللحمه، واسيبها بقى على نار هاديه لحد ما الطماطم تتسبك مع اللحمه وتكون معانا بالشكل الحلو ده. بتدي لون حلو للصوص وبتودي طعم المكرونه بالبشاميل في حته تانية خالص. بعد كده عملنا اللحمه. بعد كده جبت حله نزلت فيها بمعلقتين من الزيت ومعلقتين كبار كده او 3 من السمنه، وهسيبها كده تدوب معايا. وبعد كده هنزل بخمس معالق كبار من الدقيق او 6، ما تكونش مليانه قوي. تمام. وبعد كده هدوب الدقيق مع
السمنه والزيت، واهم حاجه ان الدقيق بيكون سايل كده مع الماده الدهنيه. ده بيفرق جدا ان القوام البشاميل اللي معايا ما يكتلش، ويكون قوامه كده ناعم وكريمي وما يكونش فيه اي تكتلات. تمام، ده اول خطوه معايا. بعد كده بسيبه كده على نار تكون هاديه، بحيث ان الدقيق يبدا ان هو يتشوح كده، وان هو يبدا يستوي، ما يكونش فيه الطعم الني بتاعه. بالشكل ده بدأ ان هو يكون لونه فاتح، افتحي من كتر التسوية. بعد كده عندي هنا لبن بيكون دافي، عندي هنا حوالي كيلو الا ربع من اللبن، وابدأ ان انا انزل بيه دفعة واحدة، مش هنزل حبة بحبة واقلب. القوام كده هيبقى معايا متكتل. فهنزل باللبن على طول كده، وبعد كده تقليب مستمر. وبعد كده جبت مكعب من المرق، رفعته في كوبايه من الميه وغليته كده على النار، ونزلت بيه في البشاميل. بيدي طعم وتست حلو جدا للبشاميل. حابين تضيفوها، مش حابين كملوا الكميه لبن. ونزلت بيه ملح وفلفل اسود، وما نزودش كميه الملح، عندنا مرقه، فعشان القوام بتاع الملح يكون معايا مظبوط. وده كده قوام البشاميل، ما بيكونش تقيل قوي ولا خفيف قوي، وكمان ناعم كده وكريمي وما فيش فيه اي تكتلات. وخلصنا من البشاميل. بعد كده رفع حلة على النار فيها مية بتغلي، هنزل فيها بكيسين من المكرونة، وهسيب المكرونة دي معايا تستوي كده مع شوية من الملح، وهسيبها كده لحد ما تستوي 3/4 سلقة. تمام، ده كده تقليبه. وكده عملنا اللحمة وعملنا البشاميل وعملنا كمان المكرونة. عندي بقى هنا هنبدأ نقفل الصينية مع بعض. هجيب بولة كده وصفيت المكرونة وهي سخنة كده. المكرونة بتاعة البشاميل اللي ما بتتغسلش، عشان المادة النشوية اللي فيها هي اللي بتساعد ان هي تدي القوام الكريمي للمكرونة بالبشاميل، وكمان تفضل ان هي متماسكة كده مع بعض. بعد كده جبت الصينيه بتاعتي، هنزل كده فيها بمغرفتين من البشاميل واوزعهم كده، وخدت المكرونه ونزلت عليهم كده بمغرفتين كبار كده من البشاميل، بحيث ان هو برضو المكرونه تكون متطعمه بالبشاميل. ونزلت بنص كميه المكرونه، وبدات ان انا اوزعها كده في الصينيه. وبعد كده عندي هنا اللحمه او العصاج اللي احنا عصجناه، وهبتدي اوزع اللحمه كده على المكرونه كويس جدا بالشكل ده. بعد كده عندي هنا نص كوبايه كده من الجبنه الموتزاريلا او الميكس من الجبن، بدات ان انا احطها كده برضو عشان تدي قوام كريمي. متوافر برضو هنضيفها، مش متوافر هنستغنى عنها. وبعد كده النص التاني من المكرونه، واضغط عليها عشان تكون كده متماسكه مع بعضها. حاجه بقى سهله وبسيطه، ومن ربع كيلو لحمه عملنا صينيه حلوه، نقدر بقى نحمر كده جنبها شويه البانيه، وكده انتهينا. ف ولكن بقى حبيت ان انا اكمل بقى السفرة بتاعتنا كده، بحيث ان هي كمان تنفع كسفرة لعزومة. فبتبقى حاجة بقى سهلة وبسيطة وحلوة جدا. بعد كده نزلت بقى بكمية البشاميل الباقية، وبدأت ان انا احرك الصينية كده، بحيث ان هي البشاميل يبدأ يتغلغل كده مع المكرونة، وان هي تكون متماسكة. بعد كده في الوقت ده بكون مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره عاليه، بيسخن. وبعد كده بهديه شويه واسيب المكرونه بقى تاخد كده وتستوي. هي كده كده اوريدي مستويه، ولكن فيها تكه بسيطه كده مع الفرن هتكمل التسويه. عندي بقى المكرونه في الفرن، وعندنا تتبيله البانيه. هنعمل بقى الرز. جبت كده حله نزلت فيها بمعلقه من السمنه ومعلقه من الزيت وبصلايه كده صغيره. بدات ان انا اقلب البصلايه لحد ما تدبل بس. وبعد كده نزلت بتوابل، ورقتين من اللورة، نص معلقه صغيره من الكاري والكركم. وكان عندي بهارات الكبسه، بتكون كده فيها بقى روزماري وفيها زعتر. نزلت بنص معلقه صغيره، شوحتها مع البصله. وعندي هنا الرز البسمتي، غسلته كويس جدا، ونقدر عادي ننقعه لمدة ربع ساعة، ولكن انا غسلته وصفيته على طول، ومكعب من المرقة. وبعد كده بنزل بمية تكون مغلية بالشكل ده كده. كل كوباية من الرز عليها كوبايتين من المية، لو احنا مش نقعين الرز. ولكن لو نقعين الرز، لكل كوباية من المية، عفوا لكل كوباية من الرز كوباية ونص من المية. وبحط كده كمية ملح صغيرة عشان عندنا مكعب من المرقة، واغطي عليه واسيبه لحد ما يستوي. في الوقت ده هنجيب بقى البانيه بتاعنا. جبت كده بيضة ونزلت عليها بملح وفلفل اسود ونص كوباية من اللبن، وطبق كده فيه دقيق عليه ملح وفلفل اسود والبقسماط بتاعنا. جبناه جاهز بيكون متبل، او ان احنا بنتبله بملح وفلفل اسود، توم بودرة، بصل بودر، وكمان البابريكا.
ونقدر ان احنا نتبله في البيت، ومعلقتين من النشا. وبعد كده باخد بقى البانيه وانزل في الدقيق، بعفره كده في الدقيق، وبعد كده في البيض، وبعد كده في البقسماط، واضغط عليه عشان الطبقة او الكفر اللي انا هعمله للبانيه يكون متماسك عليها، وكمان ما يفكش معايا في الزيت. بيكون بالشكل ده كده الدقيق، وبعد كده في البيض، وبعد كده في البقسماط، لحد ما نغلفه كويس جدا جدا بالبقسماط. بعد كده عملت هنا كمية على قد الفطار. الصدرين الفراخ دول حرفيا انا عملت نصهم في يوم، والنص التاني كملناه في اليوم التاني مع بواقي الاكل. فكميته بتكون حلوة، وكمان عشان ايه يكون كده فريش ويكون حلو ساعة ما نعمله في الفطار. بعد كده البانيه ولا يحتاج ان احنا ندخله الفريزر ولا اي حاجة. ولكن بقى كان عندي هنا ربع لفة من الجلاش لما احنا عملنا مع بعض الجلاش اللي احنا كنا حاشينه ميكس من الجبن، فاتبقى كده ربع اللفة. وبعد كده باخد ورقتين فوق بعض وبدهن دهنة بسيطة، وعندي هنا معلقتين من اللحمة المفرومة خدتهم من اللحمة المفرومة وحطيت عليهم نص كوباية من ميكس الجبن، وببدأ ان انا احشي بيه الجلاش واقفل عليه من الجوانب والف رول، واقفله بخليط من الدقيق والمية بالشكل ده. الجلاش ده عملته كده كطبق جانبي كده او مقبلات، بيكون طعمه حلو وسهل جدا، وبيكون كده مع الاكلات بيكون حلو. بعد كده رفعت الطاسه على النار، سخنتها كده كويس، وبعد كده بنزل بالجلاش، مش بيفك، وبيفضل محتفظ كده بقوامه، وبيكون مقرمش، والجبن كده سايحه ومورق كده من جوه، فطعمه تحفه جدا جدا. دايما كده لازم نغير كده في الفطار كده، وقولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو، وما تنسوش تقولوا لي ايه اكتر وصفة عجبتكم في الفيديو، وكمان تقولوا لي استفدتوا بايه من اي وصفة انا قلت فيها اي مثلا معلومة ممكن تكون جديدة عليكم، فاكتبوا لي في الكومنتات. وبعد كده البانيه بتاعنا بدأت ان انا احمره كده على النار تكون متوسطة لحد ما ياخد بقى اللون الحلو ده. وبعد كده ده كده شكل البانيه، بيكون بقى متماسك، الطبقة او الكراست اللي بره ما بيتفكش، وكمان التتبيلة بتاعة المستردة دي بتكون حلوة. فجربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا. بعد كده انا كملت كمية البانيه بقى على حسب الفطار دلوقتي. وبعد كده سبت الكمية التانية في التتبيلة، وعندي هنا الرز البسمتي برضو استوى بقى معانا حلو. وبتكون بقى حاجة بقى سهلة وبسيطة، يعني من ربع كيلو من اللحمة المفرومة عملت صينية مكرونه بالبشاميل. وكان عندنا صدرين من الفراخ قطعتهم كده وعملت منهم بانيه، وفي الاخر كده سبت قطعتين من البانيه وقطعتهم كده على الرز بحيث ان هو يكون برضو مع الرز. وده كده بقى سفرة الفطار بتاعتنا، سفرة سهلة وبسيطة، تنفع في العزومات، تنفع في اي وقت كده، فبتبقى حاجة مشرفة وسهلة وبسيطة. واتمنى تجربوا اي حاجة لو جديد عليكم في الفيديو، وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي ايه رأيكم في وصفات النهاردة او فيديو النهاردة والفطار. وبعد كده هنا بقى كان الاذان اذن، فكنت بفرغ بقى الاكل. هنا بقى المكرونة بقى كده بتكون جوسي، بس هي كانت هديت شوية من الحرارة او من السخونة، عشان كده تحس ان هي متماسكة شوية. وبتكون بقى معانا كده كريمية وجوسي وطعمها تحفة جدا جدا. وعندي هنا البانيه والجلاش كده بتكون ميكس الجبن سايحه كده، فجربوه الطبق ده كطبق جانبي فبيكون طعمه حلو. وعندي هنا البانيه بيكون مستوي كده ومتبل وطعمه تحفه جدا جدا. اشوفكم في فيديو جديد مع